واحدة البنت ويماها جات للقهوة فتحرش بها شي واحد. لما تحرش بها شي واحد تحرش لا بديك البنت. ديك البنت كي دايرة ديك الحمورة هنا، حمورة يعني ديك شي زايد، دايرة ديك الحمورة هنا لا فما، وحالتها ما هي حالة. ف تشكت لامها قالت له ودي راه شي واحد تحرش بيا وكذا. أين حياء البنات؟ أين أدبهن الذي كانت عائشة طبعا عنها تقول فيه: سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالحياء. وجب التبيان. في الحقيقة الخوت منكر ما بعده منكر. نحكي لكم القصة اللي وقعت لي هذه الليلة وأنا ذاهب لأشاهد مباراة كرة القدم بين المغرب وتنزانيا. فاتصلت ببعض الخوت اللي هما أصدقاء ديالي، قلت لهم زعما نتفرجوا هاد العشية الكرة. وقالوا لي السي محمد احنا نجيو معطلين شوية. شدنا الكراسة، شديت لهم في الحقيقة الكراسة، رجعت بحالي لأن واحد القهوة جات قريبة عليا. خرجت شديت الكراسة، عملت فيهم هيدا بويكية ديال السكر ورجعت بحالي. هو ما قربت المباراة بديك 10 دقائق خرجت لقيت مول القهوة حيد هادوك الكاماريرو حيد هادوك السكرات وجلسوا الناس. فمشيت انا قلت له زعما راه انت اللي عطيتني هاد السكر، قلت لي حطوه في الاخر. حنا تكلمنا مع الناس قلنا لهم شادين لكم الكراسة، في الاخر جاو لقاو البلايص عامرين. قالوا لي الدراري عرفتي شنو كاين؟ قالوا لي نمشيو نتفرجوا في واحد القهوة أخرى. قلت لهم واخا صافي، بما أنه هو دار معنا هاد البلان راه نمشيو لهاد القهوة اللي قلتو. فمشينا لديك القهوة. قلبي حرقني ما وصلت إليه الأمة من انحراف، ما وصلت إليه الأمة مؤخرا من انحراف يندى له الجبين. ملي مشينا لديك القهوة لقينا قهوة هي قهوة مطعم ومخلطين النساء مع الرجال. أنا لأول مرة في حياتي كنتفرج كرة القدم النساء والرجال مخلطين في القهوة. تصوروا شنو كاين، واحد جايب مارتو جايبها معاه اليوم للقهوة وعيد تفرج معها مباراة كرة القدم. أنا هذا المشهد هذا أثر فيا بزاف حقيقة، لأنني أنا ما عمري في الحياة ديالي قلت لكم دخلت القهوة تفرجت ولقيت النساء جالسين كيتفرجوا في القهوة. هذا جالس مع مرته، هذا جالس مع مرته ووليداته، هذا جالس مع وحده ما عرف كيفاش دايره الحالة ديالها، نسأل الله السلامة والعافية. وحده البنت ويماها جات للقهوة فتحرش بها شي واحد. لما تحرش بها شي واحد تحرش لا بديك البنت. ديك البنت كي دايرة ديك الحمورة هنا، حمورة يعني ديك شي زايد، دايرة ديك الحمورة هنا لا فما، وحالتها ما هي حالة. ف تشكت لامها قالت له ودي راه شي واحد تحرش بيا وكذا. فجات هي كتقول له هيدا حشومه ما داش حتى فيها. تصور معي وحده دايره المكياج فائض على بنتها ودايره واحد الحاله في راسها، داكشي كبير، مصيبه.
وجايه كتقول لاخر اللي تحرش لبنته كتقول له حشومه. ايوا هو اللي خصو يقول لك حشومه، لان بنتك هي اللي تحرشت به ماشي هو اللي تحرش بها. احيانا كنقولوا ان الرجل هو اللي تحرش بالمراه، لكن هي كتكون المراه او البنت هي اللي تحرشت بالراجل. دارت واحد الفتنه زايده حتى خلته انه يداه شار في الراس ديالو، ما بقاش يحافظ على التوازن ديالو، فاذا به مشى ضحك معها ولا هضر معها ولا كذا. هذه خصها فهم المراه الفاجره اللي مزوقه بنتها وجايه بها تفرج الكره ولا مخرجها للشارع، بان هي اللي كتادي الشباب وكتادي الرجال. رانا نرجعوا لواحد جاي مارتو يتفرج الكره هو ومارتو في وسط الرجال. يا لا العار ويا للمصيبه، يا للعار شنو دار الشيطان في الانسان. وشوف لاحظوا معي ان هادشي هذا عاجب الجهات المسؤوله، وهادشي هذا كيأكد للناس اللي باقي عنده الضمير حي او اللي باقي كيستبصر واحد شويه، كيشوف بقلبه واحد شويه، علقه بان هادشي هذا الجهات المسؤوله ما كتكلمش على هادشي هذا عاجبهم، وعيعرفوا بانه ما كاينش شي حاجه اسمها شرع الله يطبق في الارض. نتكلموا على هذاك اللي جايب مرته تفرج معاه ايوا خويا الراجل الى تفرج نقولوا كيتفرج في الراجل، لان هذاك اللي كيلعب في المباراه الراجل، ومرتك المراه، والعوره ديال السيد تتحرك يمينا ويسارا ومرتك كتشوف الفخاط ديالو كيبان، هذاك اللباس اللي هو لاباس يكشف عن العوره ديال الرجل. هو اصلا الراجل وما خصوش يتفرج. دابا انا درت فضيحه لما كنمشي نتفرج في الكره وكنغض البصر وكنبقى نشوف عافر الرجلين في الكره كنشوف في الوجه ديال اللاعب وكذا، وكنحاول ما امكن انني نشوف هيدا وهيدا وما نحطش عيني على ديك الاماكن. انه منكر الاخوان. ودابا بالله عليك انا نسولك، دابا انت فيك ذره من الغيره على الاهل ديالك؟ فيك ذره من الغيره على الاولاد ديالك البنات اللي جايبهم معك يتفرجوا؟